كابتن عصام انا عارف طبعا يعني ماتشات الدوري ولما بيبقى فيه اخطاء بيبقى الامور صعبه شويه على لجنه الحكام. طبعا انا بص يا كريم عشان الناس بس تبقى فاهمه هكلمك بكل صراحه ومعاك الكابتن سامي والكابتن شادي. التحكيم مر بازمه غير عاديه بمحنه صعبه جدا للامانه. عشان نتكلم بامانه التحكيم محتاج الى عمل جبار. انت بتكلمني انا موجود في مشروع الهدف، انا استلمت لجنه الحكام من شهر تقريبا و7 ايام. تمام. ولادي مش شايفيني والله زي ما بقول لك ال 37 يوم دول او ال 40 يوم دول انا موجود منهم مثلا 35 يوم في مشروع الهدف. انت بتكلمني وانا موجود في مشروع الهدف. التحكيم بيمر بازمه غير عاديه. انا استلمت التحكيم تحت الارض منهار تماما وتحدى مخلوق بدليل الاخطاء اللي حصلت قبل كده خلال فتره طويله، اخطاء ما حصلتش في تاريخ التحكيم المصري. محتاجين نغير المنظومه بشكل كبير. بس جهاد جريشه ده حكم المفروض يحكم كاس عالم. ما انا هقول لك انا جاي لك يا كريم اهو. ما انا جاي لك. انا لما جيت اختار طقم التحكيم ده قلت لازم اختار افضل ناس موجودين في مصر. مش في التحكيم بس، حتى في النواحي النفسيه. هي دي المشكله اللي احنا بنشتغل فيها. جهاد جريشه كان في كاس الامم لما حكم نهائي كاس السوبر، الناحيه النفسيه عنده احسن من الموجودين دلوقتي. معاك عميد مساعدين العالم ايمن دجيش واحمد حسام، دول من افضل المساعدين الموجودين في مصر. فاذا النواحي النفسيه عند الحكام صعبه جدا. الحكام بتخاف تحكم يا كريم. الحكام قعدوا سنه بيتمسح بيهم الارض. مين اللي كان بيدافع عنهم؟ الحكام انفسهم. لا مجلس اداره اتحاد كوره ولا لجان حكام. الحكام اللي كانوا بيطلعوا يدافعوا عن نفسهم اتمسح بيهم الارض. الحكام في الذمه وفي الضمير وفي كل شيء. انا الشهر ده كله نواحي نفسيه، جايب دكاتره نفسيين واسال دكاتره نفسيين يحاولوا يخرجوهم من الحاله اللي هم فيها. تمام. احنا عندنا ازمه فعلا محتاجين عمل جبار. انا بقول لك انا عارض على مجلس الاداره الجلسه الجايه خطه لتطوير التحكيم. انا بقول لك بكل امانه لو المجلس ما وافقش هقول لهم شكرا، لان الامور صعبه. محتاجين كوادر جديده يا كريم. في بعض الحكام خلاص يعني بقوا مش عاوز اقول خلاص مش قادر اعمل معاهم حاجه، مش قادر ارجع فيهم الثقه. وفي بعض الحكام القله الحقيقه اللي رجع فيهم الثقه، عشان اكلمك بامانه. لان سنه كامله زي ما بقول لك الامور صعبه جدا على جميع النواحي، من تشويف الحكام، تطوير الحكام كان ضعيف جدا. القصه صعبه جدا جدا. انا ما بقولش هذا الكلام بدافع عن حد او بدافع عن نفسي، لا، العالم كله عارف هذا القصه والاخطاء اللي حصلت الفتره اللي فاتت ما حصلتش يمكن من 30 سنه في التحكيم المصري. الناس عاوزه تقف مع التحكيم اهلا وسهلا، مش عاوزه تقف مع التحكيم شكرا. انا بكلمك بكل مصداقيه وبكل امانه. في ازمه، لا، في كلنا عايزين نقف مع التحكيم يا كابتن عصام. حضرتك عارف انا معاك النهارده في خطا كبير. من مين؟ خطا كبير من مين؟ من احسن ثاني حكم في افريقيا، من حكم مرشح كاس العالم، من حكم نهائي كاس السوبر، من احسن حكام في افريقيا. فاذا الاخطاء موجوده، ولكن انا بقول ان دي كلها نواحي نفسيه. كابتن عصام بعد اذنك ممكن حضرتك تخليك معايا؟ انا معايا المستشار مرتضى منصور ولا من صوت عالي. وهو اول واحد كان بيطالب ان يجي عصام عبد الفتاح عشان يعرف ان عصام عبد الفتاح محترم وبيشتغل لصالح التحكيم. ما بخافش من حد. بقولها تاني لمعالي المستشار، انا راجل محترم بشتغل بكل امانه عشان اخدم بلدي، وراجل عسكري محترم مش راجل مهزأ، ولا اقبل لا هو ولا غيره يتكلم معايا كلمه واحده. انا بخدم بلدي بامانه، ولا صوت عالي هيخوفني. لا التحكيم في ازمه انا عارف يا كابتن عصام. التحكيم في ازمه. خلينا بس نتكلم بهدوء عشان برضه نعرف. ما هو هدوء، ما هو اصل القصه مش صوت عالي. القصه مش صوت عالي. هو بس هم زعلانين في الزمالك طبعا. انت عارف برضه عليهم ضغط يا كريم. انا قلت ممكن بطوله الدوري بتضيع والكلام ده. كريم انا قلت مش خطا. انا قلت ان مفيش خطا. انا قلت ان في ازمه في التحكيم. والمستشار مرتضى منصور يعرف ان هناك ازمه. في ازمه بدليل ان رؤساء الانديه اجتمعوا عشان في ازمه في التحكيم، اجتمعوا مع اتحاد الكوره. الله. احنا ما انا عارف هذا الكلام. انا جاي بحاول نعمل حاجه للتحكيم المصري، بنحاول. لكن وانا جاي معايا عصا موسى ولا انا راجل ساحر هاجي اعمل في يوم وليله. في تحسن، حصل تحسن بس تحسن ملحوظ. وانا قلت ده. احنا قلنا الكلام ده ان فعلا الفتره اللي فاتت الامور اتحسنت شويه. بالظبط قلت التحسن ده. بس عارف يا كابتن عصام النهارده، طب يعني لو اتكلمنا تحكيميا حضرتك تحلل، هل زاويه الرؤيه عند كابتن جهاد ما اتحركش، ما كانش واقف صح؟ اكيد والكوره بتتلعب كورنر. اصل برضه عارف يا كابتن عصام
الراجل طاير بتاع المقصه وفارد ايده ورايح والله للكوره ولابس جوانت اسود كمان موضحها انا بقول لك خطا. احنا عارفين، انا عارف ان هو شوف انا بقول لك لا الراجل طاير ومطلع الكوره بايده ركله جزاء 100%، وخطا كبير من حكم كبير، لانه ما غيرش زاويه تمركزه في خلال اللعبه. خطا كبير. حكم كبير زي ده يبقى واقف صح في حته بتتمركز صح والكره بتتلعب كورنر. يا كريم انا هقول لك على بطوله قريبه، مش ماتش، نهائي كاس رابطه كاس الرابطه الانجليزيه ما بين ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد. يا راجل في دقيقه 11 لعبه مش ممكن غيرت مجرى البطوله لساوثهامبتون هدف 100%، واتحسب تسلل. وللاسف الراجل المدافع كان واقف داخل السته وخط السته موضح، والمهاجم بره السته، واحتسب تسلل وغيرت مجرى البطوله وفاز بالكاس. بدل ما يفوز ساوثهامبتون بالبطوله كسب مانشستر يونايتد. انا وانا لما ما بررش الاخطاء، لكن الاخطاء بتقع من كل الناس وبتقع من كل الحكام. ده مين ده؟ يعني انا لما اجي احط الزمالك والمفرسه، انت نفسك يا كريم لو فكرت جهاد جريشة رقم 1 في مصر هتقول ايه؟ صح؟ هتحط مين؟ احسن حكام المفروض ان هو التصنيف الاول، ودول احسن 3 عندنا في مصر. جهاد جريشة نمره 1 في الحكام وعلى مستوى افريقيا، وجاي الراجل ناحيه الحاله النفسيه عنده جايه حاله جيده جدا، جاي من كاس الامم، جاي من نهائي كاس السوبر. وايمن دجيش وكمان احمد حسام من احسن المساعدين في مصر. ايوه. طب قول لي نعمل ايه؟ معاك. انا قلت لك يا كريم ان النواحي النفسيه عند الحكام صعبه جدا. طيب حكم مع جهاد جريشة يعتبر حكم رقم 1 دلوقتي، حكم افريقيا، هيحكم كاس عالم. تبقى التعامل ازاي بقى مع الخطأ ده يا كابتن عصام؟ عندنا يا كريم الخطأ الكل بيتعامل سواسية، الحكم الكبير زي الحكم الصغير. مفيش خير فقوس. الحكم الكبير بيحاسب زي الحكم الصغير. مش عاوز اقول لك ان في حكام كبيره توقفوا زيهم زي الحكام الصغيرين، لان الخطأ طالما في خطأ وتم باهمال، لا لازم اتخن حكم زي اصغر حكم. طالما بيدير مباراه لازم يجتهد، لازم يبذل كل مجهوده خلال المباراه، لازم تركيزه يكون عالي. يعني اخطاء بتعمل مشاكل. انت عارف الزمالك والاهلي دايما الامور حساسه ما بينهم، بتبقى الامور يعني صعبه شويه، بتبقى الامور الشعبيه كبيره والجماهير. انا معاك لكن لا خلي بالك كابتن، انا بتناقش معاك، انت عارف انا بحب حضرتك قد ايه وبحب الحكام وعايزين بس انت عارف بيبقى في حاجات لازم نتكلم فيها يعني. ولازم نتكلم، واحنا لازم حتى كمان لما نتكلم يا كريم. انا طبعا سعيد بان انت بتحاول تسمع كل الاراء طبعا. لكن احنا عندنا محنه حقيقيه في التحكيم المصري، واللي يقول كده كذاب. بدليل يا كريم انت كان قبل كده في الدور الاولاني مفيش مباراه كنا بندور على مباراه ما لقيش فيها خطا، صح ولا غلط؟ ايوه. بندور على مباراه ما فيهاش خطا. في ازمه ثقه رهيبه ما بين مش الانديه بقى، هقول جميع عناصر اللعبه والتحكيم، وثقه غير عاديه مفقوده داخل الحكام انفسهم. بقول لك قعدوا فتره طويله بيتمسح بيهم الارض. أيوة. ومحدش بيدافع عنهم. هم اللي بيطلعوا يدافعوا عن نفسهم، وهم اللي كانوا بيحطوا نفسهم، وهم اللي مش ممكن. الحكم مكانه الملعب فقط، لكن كابتن عصام كابتن شادي محمد بس عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا كابتن شادي. كابتن عصام مفيش شك الخطأ حضرتك دي حاجه محترمه جدا، اللي احنا نقرر ده خطر ما ينفعش يحصل من حكم كبير جدا بحجم الكابتن جهاد جريشة، لانها اللعبه واضحه جدا ومتفقين على ده. انا برضو من الحاجه الثانيه اللي متفق عليها كابتن عصام في لجنه الحكام، وكان من الرؤساء الانديه اللي كانوا بمنتهى القوه بيتحركوا في الاتجاه ده الاستاذ مرتضى منصور. دي حقيقه 100%. الحاجه اللي انا عايز اقولها، لو احنا بنعامل الحكام وانا بتكلم والله لمصلحه التحكيم ولا ليا غرض ولا مرض، وحضرتك تعلم الكلام ده تماما، اتفضل. ان لو احنا بنساعد التحكيم وبنجيب له دكاتره نفسيين وحضرتك بتقاتل، فاوائل الناس اللي بيضغطوا على التحكيم هم الحكام ذات نفسهم، اللي بيحللوا في الالعاب ويدوروا على كل صغيره وكبيره ويبتدي يضغط على الحكم. ده وجهه نظر. والله يا شادي انا يمكن اتكلمت مع المجلس ان احنا على الاقل نوقف التحليل الدور الثاني. يعني نوقفه بس الدور الثاني، مش نمنعه. احنا قلنا نوقفه لحد بس ايه الحكام الثقه ترجع لهم، ويبقى في نوع من حتى من الثقه في الحكام، بس الجانب الاخر اللعيب والانديه ورؤساء الانديه يبداوا يثقوا في التحكيم.
احنا الازمه اللي عندنا احنا اللي عملناها بانفسنا. كابتن عصام، حضرتك كلمت كابتن جهاد بعد المباراه ولا لا؟ من الصعب ان انا اكلمه يا كريم بعد المباراه. انت عارف زي ما يكون كده فريق خسران مباراه، ومن صعب ان المدرب يكلمه بعد المباراه. الراجل طالع متوتر، الراجل طالع يعني شايل اعباء كبيره على الفم يعني، لكن دايما لما يهدى كده نتكلم. اكيد. بشكرك كابتن عصام، ويعني بالتوفيق للحكام ان شاء الله في الفتره القادمه، والتوفيق لحضرتك ان شاء الله تصلح منظومه يعني الاهلي. انا بقول لك خطا. احنا عارفين، انا عارف ان هو شوف انا وانا بقول لك لا، الراجل طاير ومطلع الكوره بايده ركله جزاء 100%، وخطا كبير من حكم كبير، لانه ما غيرش زاويه تمركزه في خلال اللعبه. خطا كبير. حكم كبير زي ده يبقى واقف صح في حته بتمركز صح والكره بتتلعب كورنر. يا كريم انا هقول لك على بطوله قريبه، مش ماتش، نهائي كاس رابطه الانجليزيه ما بين ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد. يا راجل في دقيقه 11 لعبه مش ممكن غيرت مجرى البطوله لساوثهامبتون، هدف 100%، واتحسب تسلل. وللاسف الراجل المدافع كان واقف داخل السته، وخط السته موضح، والمهاجم بره السته، واحتسب تسلل وغيرت مجرى البطوله، وفاز بالكاس بدل ما يفوز ساوثهامبتون بالبطوله كسب مانشستر يونايتد. احنا وانا لما ما بررش الاخطاء، لكن الاخطاء بتقع من كل الناس وبتقع من كل الحكام. ده مين ده؟ يعني انا لما اجي احط الزمالك والمقصه، انت نفسك يا كريم لو فكرت بجد جريشه رقم 1 في مصر هتقول ايه؟ هتحط مين؟ انا بخدم بلدي بامانه، ولا صوت عالي هيخوفني. لا التحكيم في ازمه انا عارف يا كابتن عصام، التحكيم في ازمه. خلينا بس نتكلم بهدوء عشان برضه نعرف. ما هو بهدوء، ما هو اصل القصه مش صوت عالي، القصه مش صوت عالي. هو بس هم زعلانين في الزمالك طبعا، انت عارف برضه عليهم ضغط يا كريم. ممكن بطوله الدوري بتضيع والكلام ده. كريم انا قلت مش خطا، انا قلت ان مفيش خطا، انا قلت ان في ازمه في التحكيم. والمستشار مرتضى منصور يعرف ان هناك ازمه. في ازمه بدليل ان رؤساء الانديه اجتمعوا عشان في ازمه في التحكيم، اجتمعوا مع اتحاد الكوره. الله، ما انا عارف هذا الكلام. انا جاي بحاول نعمل حاجه للتحكيم المصري، بنحاول، لكن وانا جاي معايا عصا موسى ولا انا راجل ساحر هاجي اعمل في يوم وليله؟ في تحسن، حصل تحسن بس تحسن ملحوظ، وانا قلت ده. احنا قلنا الكلام ده ان فعلا قلت التحسن شويه بالظبط، قلت التحسن ده. بس عارف يا كابتن عصام النهارده، طب يعني لو اتكلمنا تحكيميا حضرتك تحلل، هل زاويه الرؤيه عند كابتن جهاد ما اتحركش، ما كانش واقف صح؟ اكيد والكوره بتتلعب كورنر. اصل برضه عارف يا كابتن عصام، الراجل طاير بتاع المقصه وفارد ايده ورايح للكوره ولابس جوانتي اسود. صعبه جدا على جميع النواحي، من تشويف الحكام، تطوير الحكام كان ضعيف جدا. القصه صعبه جدا جدا. انا ما بقولش هذا الكلام بدافع عن حد او بدافع عن نفسي، لا، العالم كله عارف هذا القصه، والاخطاء اللي حصلت الفتره اللي فاتت ما حصلتش يمكن من 30 سنه في التحكيم المصري. الناس عاوزه تقف مع التحكيم، اهلا وسهلا. مش عاوزه تقف مع التحكيم، شكرا. انا بكلمك بكل مصداقيه وبكل امانه. في ازمه، لا، في كلنا عايزين نقف مع التحكيم يا كابتن عصام. حضرتك عارف انا معاك النهارده في خطا كبير. من مين؟ خطا كبير من مين؟ من احسن ثاني حكم في افريقيا، من حكم مرشح كاس العالم، من حكم نهائي كاس السوبر، من احسن حكام في افريقيا. فاذا الاخطاء موجوده، ولكن انا بقول ان دي كلها نواحي نفسيه. كابتن عصام بعد اذنك ممكن حضرتك تخليك معايا؟ انا معايا المستشار مرتضى منصور. ولا من صوت عالي، وهو اول واحد كان بيطالب ان يجي عصام عبد الفتاح عشان يعرف ان عصام عبد الفتاح محترم وبيشتغل لصالح التحكيم. ما بخافش من حد، بقولها تاني لمعالي المستشار، انا راجل محترم بشتغل بكل امانه عشان اخدم بلدي، وراجل عسكري محترم، مش راجل مهزأ، ولا اقبل لا هو ولا غيره يتكلم معايا كلمه واحده. الناحيه النفسيه عنده احسن من الموجودين دلوقتي. معاك عميد مساعدين العالم ايمن دجيش واحمد حسام، دول من افضل المساعدين الموجودين في مصر. فاذا النواحي النفسيه عند الحكام صعبه جدا. الحكام بتخاف تحكم يا كريم. الحكام قعدوا سنه بيتمسح بيهم الارض. مين اللي كان بيدافع عنهم؟ الحكام انفسهم، لا مجلس اداره اتحاد كوره ولا لجان حكام. الحكام اللي كانوا بيطلعوا يدافعوا عن نفسهم اتمسح بيهم الارض. الحكام في الذمه وفي الضمير وفي كل شيء. انا الشهر ده كله نواحي نفسيه، جايب دكاتره نفسيين واسال دكاتره نفسيين يحاولوا يخرجوهم من الحاله اللي هم فيها. تمام؟ احنا عندنا ازمه فعلا، محتاجين عمل جبار. انا بقول لك
انا عارض على مجلس الاداره الجلسه الجايه خطه لتطوير التحكيم. انا بقول لك بكل امانه لو المجلس ما وافقش هقول لهم شكرا، لان الامور صعبه، محتاجين كوادر جديده يا كريم. في بعض الحكام خلاص يعني بقوا مش عاوز اقول خلاص مش قادر اعمل معاهم حاجه، مش قادر ارجع فيهم الثقه. وفي بعض الحكام القله الحقيقه اللي رجع فيهم الثقه، عشان اكلمك بامانه. لان سنه كامله زي ما بقول لك انا عارف طبعا يعني ماتشات الدوري ولما بيبقى فيه اخطاء بيبقى الامور صعبه شويه على لجنه الحكام. طبعا انا بص يا كريم عشان الناس بس تبقى فاهمه هكلمك بكل صراحه، ومعاك الكابتن سامي والكابتن شادي. التحكيم مر بازمه غير عاديه، بمحنه صعبه جدا للامانه. عشان نتكلم بامانه التحكيم محتاج الى عمل جبار. انت بتكلمني انا موجود في مشروع الهدف، انا استلمت لجنه الحكام من شهر تقريبا و7 ايام. تمام. ولادي مش شايفيني والله زي ما بقول لك. ال 37 يوم دول او ال 40 يوم دول انا موجود منهم مثلا 35 يوم في مشروع الهدف. انت بتكلمني وانا موجود في مشروع الهدف. التحكيم بيمر بازمه غير عاديه. انا استلمت التحكيم تحت الارض منهار تماما وتحدى مخلوق، بدليل الاخطاء اللي حصلت قبل كده خلال فتره طويله، اخطاء ما حصلتش في تاريخ التحكيم المصري. محتاجين نغير المنظومه بشكل كبير. بس جهاد جريشه ده حكم المفروض يحكم كاس عالم. ما انا هقول لك انا جاي لك يا كريم اهو. ما انا جاي لك. انا لما جيت اختار طقم التحكيم ده قلت لازم اختار افضل ناس موجودين في مصر. مش في التحكيم بس، حتى في النواحي النفسيه. هي دي المشكله اللي احنا بنشتغل فيها. جهاد جريشه كان في كاس الامم، محكم نهائي كاس السوبر.